أم النور بتبشرك ما تعديش الفيديو قبل ما تسمع الرسالة دي للنهاية. ماما العذراء اختارت تكلمك انت دلوقتي. اطمن وارمي حمولك على الرب يسوع، لأنه وعدنا وقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هو حاسس بكل وجع في قلبك ومستحيل ينساك. ما تقلقش من أي حاجة، لأن إلهنا هو ضابط الكل وعنده خطة وتدبير عظيم لحياتك، وصانع الخيرات دايما بيعمل المكتوب لخيرك. هيعوض تعب السنين اللي قاستها. إلهنا هو إله التعويضات الصالح، القادر إنه يعوضك عن السنين اللي أكلها الجراد أضعاف أضعاف. كل دمعة نزلت من عينك هو شايفها، وكل ألم شلته هيتحول لتعزية وفرح عظيم. ما تستعجلش عمل الرب، الفرح جاي في السكة وهيدق بابك، لأن وعوده دايما صادقة وأمينة. خليك مطمن وواثق في محبة الآب السماوي. هو هيفاجئك وهيعطيك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر، أكتر من سقف أحلامك وطموحاتك. بس انت ثق في حنانه، هيستجيب لسؤل قلبك وطلباتك اللي بترفعها في صلواتك. ومهما حسيت إن الاستجابة اتأخرت، اتأكد إن ليها وقت محدد، لأن الرب يصنع كل شيء حسنا في وقته. انت بس اطلب بلجاجة وإيمان، وارفع عينك للسما بثقة، وتأكد إن إيد الرب قريبة جدا وخيره دايما مالي حياتك. اطمن وسيب حمولك على اللي بإيده خزاين السماوات والأرض، لأن الخير والبركة اللي ربنا شايلهم ليك في الغيب أكبر بكتير من أي ظروف صعبة بتمر بيها دلوقتي. حتى لو قلبك مكسور وتعبان وحاسس إن أقرب الناس اتخلوا عنك وسابوك، افتكر إن ربنا عمره ما بيتخلى عنك أبدا. سامع دعاك وحاسس بوجعك وصراخك المكتوم. هو وحده القادر يجبر الكسر ده بلطفه ورحمته. ومش بس هيرجعه زي ما كان، لأ، ده هيرجع لك قلبك سليم وأقوى، مليان بالفرح والأمل ونور اليقين. اطمن وما تتعبش عقلك في التفكير، بس خليك واثق إن ربنا لما بيفتح بيبان الخير بيعوض بكتير قوي فوق ما تتخيل. سلم حياتك كلها وتفاصيلك بين ايديه، وتأكد ان اللي بيسيب اموره ربنا بيكمله الناقص، وعمره ابدا ما بيخذله. افرح في الرب دايما، السما مجهزالك عوض هيمحي اي ضيقة شفتها. إلهنا امين وهيبدل كل حزن جوه قلبك بفرح لا ينطق به ومجيد. استنى الرب واصبر، إرادته دايما صالحة، هتلاقيه بيرتب لك خير يفوق كل أفكارك، وهيفرح قلبك بتحقيق وعوده ليك في الوقت المناسب. إن كنت تؤمن اكتب أمين بشفاعة أم النور.